الفنان نور الشريف في مسلسل مارد الجبل، احنا هنا بنشوف شخصية اسمها الشخصية القنبلة. الشخصية دي اساسا شخصية طيبة جدا وبتتعامل ببساطة مع المجتمع ويعني اخلاقياتها عالية ودايما تقدم الخير للناس المحيطين. طبعا احمد هنا او الفنان نور الشريف كان اسمه احمد في المسلسل، كان بيحب زينة وبعد كده بيتزوجها، ولكن ليه يعني صديق، هذا الصديق يعني بيحقد عليه وبيحقد على زواجه من زينة، لانه بيفكر في زينة دي انها تبقى ليه هو طبعا يعني. فطبعا صاحبه ده اللي اسمه مهران طبعا بيحاول بقدر الامكان ان هو يهد بيته ويدمر له بيته، وفعلا بينجح في انه هو بشبكة اتصالاته او بشبكة وبفلوس والده وبشبكة الاتصالات اللي هو ان هو يدمر بيت احمد. طبعا احمد ما عملوش حاجة، احمد هنا بيصاب بحاجة اسمها بوست تروما، ده نوع من انواع الاكتئاب اللي هو اكتئاب ما بعد الصدمة او اكتئاب الصدمة. البوست تروما دي اللي احنا بنتكلم عنها دي بتعمل جواه صراع قوي جدا جدا جدا، ويعني الصراع ده بينشأ من هذه الصدمة، وطبعا بيبقى بيحصل جواه احتدام للصراع، بيبقى عايز ينتقم. طبعا عشان ينتقم يعني مش هيقدر يقف قصادهم ويتعامل وجها لوجه لانه فرد واحد، فطبعا بيطلع الجبل وبعد كده بيشتهر بانه يعني مارد الجبل وبتقوى شوكته بشكل كبير جدا جدا، وبعد كده بيحاول ينتقم انتقام شديد بقى من مهران. هذا على روحك يا حضرة الشربجي، قبل ما اخلص عليك يا حسن يا جويش، يا خراب الدور العامرة، يا سراق الارض، يا نهاب ارزاق الناس، يا اللي خليت كلب من كلابك هبر اماي وخلص عليها. ولكن هنا بقى بتحصل يعني المفارقة العجيبة والامور طبعا بتختلف، لان زينة واهلها طبعا ما بيعجبهمش طبعا الطريقة اللي هو انتقم بيها، ما بيعجبهمش كمان ان هو بقى يعني شقي زي ما احنا بنقول، وبقى راجل بيحمل السلاح وبيموت وبيعمل حاجات كتير جدا جدا، فطبعا اصابهم بصدمة وخافوا منه. فطبعا هم خلاص خدوا منه جنب وبدأوا ان هم يعاملوه بقى على ان لا ده شقي وده انسان. وبدأ بعد كده مهران فعلا ينجح، وده اتسبب في ان مهران نجح في انه فعلا هم يجوزوها لمهران ومهران يتجوزها، ولكن هو بيروح يخطفها من الفرح. بعد ما بيخطفها من الفرح هي بتقول له لا انا ما بقتش قادره، يعني مش عايزاك لان انت بقيت حد تاني، وبتنشده بيت من الشعر. بعديها بيفوق وبيرجع لشخصيته الاصليه وبيفوق من السكره اللي هو كان فيها اللي خلته بقى شخص تاني غير الشخص اللي احنا عارفينه، على الرغم ان هو كان شخص جيد وانسان جميل جدا في البدايه.